الرجاويين اللي تفرجوا في الماتش ديال العين والاهلي غادي يكونوا حزنوا اكثر من الرحيمي، وعلاش لا؟ وان الرحيمي كان يستحق الافضل. الانجازات والارقام القياسيه اللي حقق الرحيمي هذا الموسم هذا، لا مع العين لا مع الاولمبي، ما كنظنش غادي تبقى تعاود، خصوصا ملي عاود جدد مع العين الاماراتي. العين الاماراتي هذا الموسم هذا كيبان لا من استعدادات لا من انتدابات، كيبان بانه ما لعب على شنو غادي تسنى من فريق دار السداد ديالو في المغرب ولعب مع فروق ديال القسم الاول والقسم الثاني والقسم الهواش. لكن السؤال اللي حير جميع الرجاويين ولا كاع عشاق الرحيمي، علاش الرحيمي جدد مع العين؟ مع العين بان الرحيمي كان بامكانه يمشي لفرق اوروبيه كبيره، وعلاش لا؟ والانجازات اللي داروا خلات الاطماع والاعين عليه، وعلاش لا ما تحطش عليه العين؟ هو هداف ديال الدوري ابطال اسيا وافضل لاعب في الدوري ابطال اسيا، وكذلك بطل الدوري ابطال اسيا وهداف الاولمبياد برقم قياسي تاريخي، برونزيه المركز الثالث في الاولمبياد. للاسف هذه الانجازات اللي دار الرحيمي ما استغلاش باش انتقال الى فرق اوروبيه، وكيبان بان الرحيمي قلب على الفلوس اكثر من الكارير ديالو. وهذا الشيء اللي تبت البارح في الماتش ديال العين مع الاهلي المصري، وبان بان الرحيمي بعده في التيران. للتوضيح، الماتش يلعب الرحيمي الكاس يلعب فيه بزاف كانوا غالطين، فهذاك راه ماشي كاس عالم انديه، داك الماتش سميتو كاس الافرو اسيويه، كيلعب بطل افريقيا ضد بطل اسيا، وهذا اول نسخه ليه. الاهلي المصري ما غاديش ينتهي المشوار ديالنا، مازال مكمله في الكاس، وغادي تنتظر وغتسنى الفائز في مباراه باتشوكا ولا بطل ديال كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي، ولا ربحات فراه تلعب الفينال مع ريال مدريد. غادي نرجعوا للعنوان ديال الفيديو، علاش الرحيمي ولا اسير في الكره الخليجيه. اللي خصك تعرف بان الكره الخليجيه ولا الكره الاسيويه فراه كتبقى اعفن كره على وجه، وهذا الشيء غادي يزيد غيأس الرحيمي، لانهم كيلعبوا بيناتهم وبلاد كيبان ليه لا محلول وكثره الاهداف، الشيء اللي كيؤدي للتطبيق الفوقيه. بطبيعه الحال هذا الشيء كامل السبب ديالو عدم معرفه تامه بكره القدم. الدوريات عندهم خاليه من اي تكتيك وخاليه من اي التحامات بدنيه، الماتش عندهم كامل عدم عباره عن مساحات وفراغات فقط. واكبر دليل على هذا الشيء اللي قلت لك دابا هو انهم ملي كيخرجوا من القاره ديالهم كيتورقوا لا في كاس العالم انديه لا كاس العرب لا كاس الافرو اسيويه. 90% من الحالات دائما الفرق الافريقيه كتفوت عليهم. بالنسبه للجواب على السؤال اللي طرحنا علاش الرحيمي اختار انه يبقى مع العين الاماراتي، مع كان بامكانه يمشي فرق اخرى، اللي خصك تعرف بان نقطه الضعف ديال الرحيمي هي يعري. سفيان الرحيمي مرضي الوالدين بواحد الطريقه ما كتخيلش، يعني انه صعيب يرفض لهم شي حاجه، وهذه النقطه اللي اعتمدوا عليها العين الاماراتي. لا مكتب مسير ديال العين الاماراتي لا جماهير كاع اتجهوا الاب ديالو وطلبوه باش يبقى الرحيمي في العين الاماراتي، وهذا الشيء اللي حصل وهذا الشيء اللي اكد عليه هو في اخر تصريح اللي وقال بان الرحيمي غيبقى مع العين الاماراتي. بخصوص الخبر اللي نزل لنا كالصاعقه كجماهير، وصراحه كنتمنى انه يكون اشاعه، لكن للاسف الباج الرسميه ديال الرجاء اكدت الخبر واكدت الاصابه ديال بالعمري اللي غادي تغيب لازيد من شهر، وهذا تحدي حقيقي لينا باش نعرفوا واش عندنا احتياطي يعول ليه ولا لا. وانا الكلام على الوافد الجديد بعد اللي بنسبه كبيره هو اللي غادي يكون في المباريات الجايه واللي خاصو يقدم الاضافه، ونتمنوا الشفاء العاجل بالعمري اللي كيبقى ركيزه اساسيه داخل الفريق. الخبر الثاني اللي كاين او تصحيح بعض الاشاعات هو ان الرحيمي غادي ينتقل لقنيطره على شكل اعاره، وهذا الشيء ماشي صحيح، ماشي انتقال ولكن الاعاره. كان غادي يكون شي انتقال فما غاديش يكون على شكل اعاره، غيكون بصيغه اخرى، وربما يكون انتقال رسمي او فصل عقد من طرف الرجاء البيضاوي، لان القانون كيقول بان اللاعب لا يحق له ان يوقع 3 عقود اعاره. القانون كيسمح باعارتين فقط. الحسين الرحيمي استفاد من اعارات سريع وضزم ثم الاعاره شباب السوال، يعني اذا كان شي انتقال فيعني بان حسين الرحيمي غادي يخرج من الرجاء نهائيا. الخبر الثالث كذلك هو تصحيح بعض الاشاعات، وان حمزه بورزوق او واحد من افراد العائله الرجاويه. الاشاعه اللي منتشره عليه بزاف كتقول بان بورزوق طلب 30 مليون باش يدير تنازل المالكي، وهذا الشيء راه ماشي صحيح. خاصك تكون قريب من حمزه بورزوق باش تفهم شكون هو بورزوق. بورزوق بعيد على هذا الشيء بزاف بزاف وما محتاج بحال هذا الشيء. كنا كنعرفوا بان الياس داير ليه التشهير والسب والقذف وصلت به الدرجه انه وصف الوالد ديالو باقبح الاوصاف بدون اي سبب، وهذا الشيء اللي غادي يخلي حمزه بورزوق يتجه للقضاء باش ياخذ حقه، وهذا الشيء راه كيبقى حقه. وانا اتضامن مع حمزه بورزوق، لكن ديما كنقول بان جميع الرجاويين واللعابه ديال الرجاء فراه كيبقى قلبهم كبير، داكشي علاش اللي يغلب يعرف.